دخل ياكل طبق رز وانتهى بيه الحال في الطوارئ. شاب رجع البيت بالليل، فتح التلاجة لقى طبق رز متبقي من اليوم اللي قبل، فقال هسخنه واكله. بعدها بفترة قصيرة بدأ يحس ان معدته مش مرتاحة. في الاول افتكرها حاجة بسيطة، لكن بعد وقت قليل بدأت الاعراض تزيد بسرعة جدا. احساس انه عايز يرجع، بعدها ترجيع شديد، بعدين اسهال، مغص، احساس بهبوط ودوخة. فهنا طبعا بدأ يقلق، لان الموضوع ما كانش مجرد اكل تقيل، ده كان تسمم غذائي. والسبب ان الرز نفسه ممكن يكون خطر لو تم سلقه او طبخه بعد كده اتساب بره التلاجة اكتر من ساعتين. وعلى فكرة جوه التلاجة آمن نسبيا لمدة 24 ساعة لحد اقصى 3 ايام، وده لان جواه بكتيريا اسمها باسيلس سيريوس ممكن تعيش في الرز. لو الرز اتساب في درجة حرارة الغرفة البكتيريا دي بتبدأ تطلع سموم. بس المشكلة الاخطر ان تسخين الرز تاني مش دايما بيحل المشكلة، لان البكتيريا ممكن تموت لكن السموم نفسها تفضل موجودة فتدخل الجسم وتسبب الأعراض. طب امتى الموضوع يبقى خطر؟ لما يحصل جفاف، دوخة شديدة، ترجيع مستمر، إسهال شديد، أو لو المصاب طفل أو كبير في السن أو عنده مناعة ضعيفة. وقتها لازم يروح المستشفى فورا. بس كده، سلام.